أهلا بيكم. بعد ما عملت مجسمات طوفان الأقصى ورشقة هنكمل كمان مع مجسمات المقاومة. هنعمل مجسم عن أنفاق الرعب اللي موقفة أعتى جيوش العالم يفكر مرة واتنين وعشرة قبل ما يخطي خطوة واحدة. النوع ده من الديكورات اسمه بوك نوك، أول مرة أعمله على القناة فركزوا معايا. بدأت بقطعتين من الواح الفوم اللي هي باللون الأسود، ممكن باللون الأبيض عادي مفيش مشكلة، وبيكون عليها ورقة كده. هشيل الورق ده عشان الجزء اللي تحت نقدر ننحت عليه بسهولة. القطعة دي مقاساتها 7 سنتي في 20 سنتي، هقسمها على بعد كل 5 سنتي. أنا عاوز أعملها زي البلوكات بتاعة الخرسانة. أنا هنا بعتمد على تقرير شفته على البي بي سي، كان مصور الأنفاق من الداخل. بعد كده بالقلم بضغط شوية على الأماكن اللي علمت بيها دي، هينحت فيه زي ما انتم شايفين بسهولة خالص. وعشان أعمل الملمس بتاع الخرسانة هستخدم حتة من ورق الفويل، ممكن نستخدم أي طوبة أو حجارة ولا حاجة ونضغط بيها هتدينا الشكل ده. وطبعا هعمل اتنين زي بعض. بعد كده جبت حتة من الفلين الأبيض سميكة شوية حوالي 2 سنتي، وهلزق عليها القطع اللي عملناها دي. طبعا هلزقها بحيث ان الجزء اللي عملناه ده يكون لبره، مش معقول يعني هنلزقه من جوه ونبوظ الشغل. هقطع الزيادات، هعمل القطعتين زي بعض. بالنسبة للأرضية بتاعتهم جبت حتة من الفلين برضو الأبيض، زي ما انتم شايفين شكلها عشوائي كده، كانت باقية عندي من مشروع قديم. هلزق فيها القطعتين دول. أنا عاوز أعمل ممر، طبعا احنا هنا بنعمل النفق فلازم يكون فيه الحطين، وهعملهم على قد ما أقدر تكون الزاوية 90 درجة. وهقطع طبعا الزيادات. بعد كده هاجي على الجزء الخلفي بتاعهم وهعمل خط بميل كده زي ما انتم شايفين بالمسطرة، هتفهموا ليه بعد شوية. وهقطع بنفس الميل ده الحطين وكذلك القاعدة. عملته هنا بميل عشان في النوع ده من الديكورات بنستخدم مراية، واما بنحط المجسم عليها بالشكل ده هتشوفوا كده كأنه عامل فيه ممر جوه، يعني كأن في شارع كمان او نفق جوه مكمل. وطبعا بعملها بميل عشان لما نيجي نصور المراية دي ما تعكسش الشخص اللي هو في الوش على طول وتبوظ التأثير. هنبدأ بقى تلوين الخرسانة دي بلون رمادي، هغطي بيه كل حاجة. وبعد ما ينشف هستخدم غسول اسود، يعني لون اسود اكريليك بتخفف بيه المية وفي نقطة صابون سائل. هحطه كده على كل حاجة لوناها، وده بيدخل في الشقوق وهيوسخ لنا كده الاجزاء اللي موجودة دي. بعد ما نشف تماما هعمل تشبيحة كده دراي براشنج بلون رمادي فاتح شوية، بمسح اغلب اللون من على الفرشة وبشبح بيها كده، هيدينا الشكل بتاع الخرسانة، ومش اكتر شكل واقعي لكن هيدينا التأثير كويس يعني. عشان اعمل بقى السقف جبت حته من الكرتون العادي خالص، وبعد كده خدت المقاسات او العرض بتاع المجسم، خدت الابعاد بتاعته بالظبط يعني، وقطعت الجزء ده من الكرتونه. انا عاوز اعمل السقف زي القبه كده، عشان كده تنيتها بالمنظر اللي انتم شايفينه ده عشان لما تتركب تكون بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي حالا. وطبعا عاوز اعمل السقف ده من جوه شكل الخرسانه برضو، مش هينفع الفوم لانه ناشف هيتكسر، فاستخدمت ماده اسمها الكورك زي الفلين كده موجوده في المكتبات. هلزق منها حته على السقف من جوه وهقص الزيادات، وهتشوفوا انها بتتني معانا بسهوله. كمان الملمس بتاعها هيديلنا الشكل بتاع الخرسانه من غير اي مجهود. هلونها بنفس الالوان اللي فاتت وعملت لها الدراي براشنج زي ما انتم شايفين كده. كده بقى عندي القطعتين. قبل ما اركب السقف محتاج اخلص باقي الممر من جوه، عشان طبعا لو ركبت السقف مش هعرف اكمل. دهنت الارضيه كلها بالغراء الابيض، وبعد كده استخدمت شويه صخور. انا قلت لكم نعملهم ازاي ونعقمهم في الفيديو بتاع الديوراما، فيديو حلو قوي اتفرجوا عليه هيعجبكم. لو حد عاوز يتعلم عن الديوراما فالفيديو ده هيكفيه. بعد ما حطيتهم كده على الجوانب بس عشان بيكونوا متجمعين على الجوانب، غطيت بطبقه من الرمل الناعم، وكمان كملت بشويه صخور على الجوانب. بعد كده هسقسق بميه محطوط عليها نقطه صابون سائل. الميه دي بتخترق الطبقات كلها، عشان بعد كده اما استخدم الغراء المتخفف بالميه زي اللي قدامكم ده هيخترق الطبقات كلها بسهوله، وهيمسك كل ده في بعضه ومفيش حاجه منهم هتقع. هسيبه ينشف بقى حوالي ساعتين. بعد ما نشف جزئيا ده كان الشكل بتاعه. بعد كده هعمل بقى ديكورات على الحوائط من جوه. استخدمت السلك الاسود ده، وكان في حته برضو بلاستيك مش عارف عندي كانت في ايه بالظبط، في لعبه اطفال فخليتها عندي، قلت هحتاجها في يوم من الايام. قصيت الاجزاء اللي هي الزياده بتاعتها، بعد كده قست المكان بتاعها اعملها كانها ماسوره كده متثبته في الحيطه. عملت لها خرمين بعصايه شيش طاووق، طبعا بتخرم في الفوم بسهوله جدا، وبعدين ثبتها مكانها. اما بالنسبه للسلوك فبرضه هعملها زي مواسير كده ميه او حاجه، انا شفتها زي ما قلت لكم في التقرير والصور كان في حاجات بالشكل ده، فهنحاول نعملها بالسوبر جلو. حطيت نقط وبعد كده شديت السلك وثبته،
وبعد كده قصيت الزيادات، وهعمل في الناحية التانية برضو بنفس الشكل، وتقدروا تضيفوا أي حاجة بقى عادي زي ما تحبوا. عشان أثبت السقف استخدمت الخشبتين دول، وهلزقهم الأول على السور ده من فوق كده بعيد شوية عن الحافة عشان يثبتوا السقف، لأن طبعا شكله دائري ويعني ما هوش واخد الشكل مظبوط، فدايما كده بيحاول إن هو يخرج لبره، فلزقتهم عشان أثبتهم فيه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. ده كان الشكل لحد دلوقتي. عشان اركب بقى الاضاءة انا نسيت اعمل اخرام في السقف قبل ما اركبه، فبرضه بالهاند دريل بسهولة خالص كده، وعملت 6 اخرام في الناحيتين. الاضاءة دي انا عملتها من عندي، هي كانت الاضاءة في الحقيقة او في الواقع يعني بتاع الصور ما كانتش بالشكل ده. بعدين استخدمت الفيري لايتس دي. انا مش هحتاج المهرجان ده كله، بس هستخدم لمبة واحدة بس في كل فتحة. حطيتهم بالمنظر ده، انا عاوز الاضاءة تكون خافتة، وبعدين ثبتهم بنقطة من الشمع على كل واحدة. بعد كده عشان اعمل بقى الواجهه جبت حته من الفلين الابيض، وخدت المقاس بتاع الكيرف اللي موجود ده، قطعته ولزقته مكانه. طبعا انتوا فاهمين ان ده نفق تحت الارض المسافه، فانا عاوز اعمل التاثير ده، عشان كده عملت الحيطه دي. وهنا بدهن باللون الاسود اي فراغات كانت موجوده وسددتها بالشمع، عشان مش عاوز اي اضاءه تدخل من بره وتبوظ التاثير بتاع الاضاءه. بعد كده بقى هستخدم البرواز ده، كان فيه مراية أنا جايبه تقريبا من سنتين وركنه، كنت متأكد إن هحتاجه من قبل قناة اليوتيوب خالص، والنهاردة احتاجته. هشيل الجزء اللي ورا ده، وشلت كمان المسامير اللي بتبقى مثبتة المراية، وبعد كده طلعت المراية، ومحتاج بقى إن أنا أقطع المراية دي على المقاس. حطيتها كده وعلمت بقلم أسود، واستخدمت البتاعة دي اللي بتقطع المرايات أو الإزاز أول مرة استخدمها. طبعا ما ينفعش يتقطع بيه الكتر. بعد كده حطيت حاجه مرتفعه اللي هي المسطره، وضغطت كده زي ما انتم شايفين، ما ظبطتش قوي معايا، بس يعني ايه، عملت المطلوب. طبعا مش لازم الحواف هنا تكون مساويه ولا حاجه، كل ده هيتدارى. مسحت المرايه كويس عشان بقى ما اركبها هيبقى صعب ان انا امسحها بعد كده، وطبعا زي ما بقول لكم بقى لها سنتين يعني، فالتراب كان مغطيها. ولزقتها ورا بالشمع، وفي فروقات برضو زي ما انتم شايفين كده، عشان احنا بنقطع بالايد يعني مش باجهزه ولا حاجه، فالزوايا ما بتكونش مظبوطه قوي. المهم سديت الفراغات دي كلها بالفوم. عشان اعمل القاعده جبت حته من الخشب وقطعتها على نفس العرض بتاع المجسم، وقطعتها طبعا طويله شويه زي ما انتم شايفين. بعد كده بحتتين الخشب دول هعمل الجوانب. حطيت شوية من الغيرة الأبيض، وبرضو كده نقطتين من الشمع اللي هو المسدس الشمعي يعني، عشان يثبت الحاجة مكانها. والقاعدة طويلة شوية عشان يكون فيها مكان للبطارية زي ما شفتوا. كملت الناحية التانية، وبرضو في فرق هنا هسده بالفلين زي ما شفتوا قبل كده. وقصيت بقى الجزء اللي فوق ده، انا كنت عامله طويل شويه لحد ما اشوف هيبقى الارتفاع بتاع الخشب قد ايه بالظبط. واستخدمت كمان الخشبه اللي كانت موجوده في البرواز، قلت استغلها، قطعتها برضو عشان اعمل بيها السقف، كانت قصيره شويه فهكملها برضو بحته. والجزء اللي ورا ده انا هسيبه مفتوح عادي، ممكن تسدوه لو حابين او تعملوا مكان للبطاريه زي ما تحبوا. عشان بقى اعمل الواجهه استخدمت معجون الخشب والجدران الجاهز، هو لونه ابيض، فحطيت عليه شويه من لون بني وقلبت كويس، وهغطي بيه الواجهة بتاعة المجسم كله. طبعا دي طبقة أولى، وأنا كنت عامل الخشب بارز سنة كده عن حدود المجسم عشان لما أحط المعجون يبقى كل حاجة مسوية. هسيبه بقى ينشف، بعد ساعتين كان ده المنظر بتاعه. هقلب برضو المجسم كده على الواجهة عشان نكمل. بعدين حطيت مناديل أو أي كيس ولا حاجة بنحشره كده في المكان المفتوح ده، عشان التراب ما يجيش على الأجزاء اللي جوه يبوظها. هنعمل بقى الخطوات المعروفة، غيرة أبيض، وبعدين هنحط تراب. زي ما قلت لكم ده نفق محفور في الأرض. كان المفروض أعمل الجزء اللي هو التراب ده مرتفع أكتر عشان أبين إن النفق ده عميق، لكن ده كان الارتفاع بتاع الخشب اللي موجود عندي، فما عرفتش أعمله أطول من كده. برضه سقسقت بيه المية بالصابون والمية بالغرة وسبته ينشف تماما. بعدين غمقت اللون بتاع الواجهة، كنت عاوزه أغمق شوية لأن دي حتة محفورة في الأرض، فعادة بتكون رطبة شوية وبيكون فيها مية، فخليت اللون أقرب شوية للطين. وكالعادة زي ما بعمل دايما هنا بلون الأجزاء الخارجية بتاعة المجسم باللون الأسود، ده حاجة يعني متعارف عليها في فن الديوراما، عشان يبقى التركيز كله على الجزء بتاع المجسم اللي عملناه. وهنا كان المفروض ان خلصت، بس حبيت اعمل حاجه في المدخل. استخدمت حته من ايد فرشه رسم، كمان على غطاء من بتاع السوبر جلو، وحته من عصايه شيش طاووق، لزقتهم في بعض وعملت لهم ايدين عشان اعمل الار بي جي الجميل ده. لونته طبعا باللون الاسود وهلزقه مكانه وكده خلصت.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تعملوا شير مع أصحابكم اللي حابين يتعلموا النوع ده من الأعمال الفنية. والأهم من ده كله ما تبطلوش تتكلموا عن القضية الفلسطينية مع أصحابكم وأهلكم وعلى السوشيال ميديا وفي أي مكان، واللي بيعمل أعمال فنية يا ريت يركز على القضية الفلسطينية. وطبعا اللي يقدر يتبرع ما يتأخرش، دي الحاجات اللي في إيدينا حاليا لحد ما ربنا يكرم ويبقى في إيدينا حاجات أكبر نقدر نغير بيها الوضع. وفي النهاية ربنا يحفظ وينصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. سلام.